الحمد لله على السلامة يا جبس. بس أنا كنت شُفت الراجل ده من سَنة، كان له أخ يا عيني سافر هجرة غير شرعية ومات في البحر. فأنا استغربت لمّا شُفته، كنت باحسبه جِه من البحر، فلمّا شُفت الفيديو عرفت إن جاي طيران وكده. فاللي أنا عاوز أقوله من الفيديو دوّة، إن هو كان بيرقص على الأغنية بتاعة السويسي اللي بتقول قُل يا سويسي وكده عرّفهم إن الغُربة دي نار وعذاب. طيب أنا عايز أمشي معاك حبّة بحبّة. هو أنت في إيه بتقول الغُربة نار وعذاب وجاي للغُربة؟ أنا مش فاهم. وبعدين أنا أمّا شُفت أخوك اتوفّى ربنا يرحمه ويسامحه يا رب ويرحم الناس كلّها، كنت زعلان، لإن اللي أنا شُفته في البحر زمان أنا ما اتمناهوش لحد. آه والله بجد، أنتم عارفين إن أنا باقول الصراحة. المهم، الناس بتقول قُل يا سويسي وكده عرّفهم إن الغُربة نار وعذاب. بُصّوا يا رجالة، هي الغُربة لو نار وعذاب ما حدّش عاوز ييجي من الجنة للنار والعذاب. 1، 2، إزاي أنت شايف الغُربة نار وعذاب وجاي لها؟ ما هو برضه حاجة تجنن. يعني في واحد هيبقى عايش عيشة هنية في مكانٍ ما وييجي بقى للنار والعذاب؟ طيب ماشي، إزاي يا جدعان؟ ما هو أنت الناس بقى اللي هتشوفنا تقول لي: أحمد، طب ما أنت بتقول برضه الغُربة نار وعذاب. أيوه، هي نار وعذاب حد معيّن من الحياة بتاعتك اللي أنت عِشتها. نار وعذاب لو أنت ما عندكش إقامة ولا عندك أوراق، بس هنا وجنة لو أنت بعد كده عندك كل حاجة، بيبقى عندك حقوقك. تمام. فأنا مش فاهم الناس إزاي بتقول عليها نار وعذاب وبترمي نفسها في البحر عشان تيجي هنا لأوروبا. يا جدعان اعقلوا الكلام، هو أي كلام بترصه وتغنيه وتشغّل موسيقى حزينة فيضرب؟ يا جدعان اعقلوا الكلام. فاهم أنت إزاي؟ طبعًا أنا فاهم الغُربة نار وعذاب وكل حاجة، ده في الأول. ما هو أنا باقول في الأول، أيام ما كنت باشتغل كذا ساعة ب20€، وأيام ما كنت باشتغل ساعات وأصحاب الشغل بيقول لك ما لكش عندنا حاجة بيمشّيك. كده بلطجة، واللي أنت عاوزه اعمله اعمله. بس النهارده لو واحد باشتغل معاه ويقول لي ما لكش فلوس عندي، هاحبس أمه بالقانون، لإن القانون بيتنفّذ عليّا وعليه وعلى الناس كلّها. فاهمين؟ فاللي أنا عايز أوصّله لكم إن الغُربة مش نار وعذاب، الغُربة هنا وجنة. الغُربة، الناس بتقول إن مثلًا ربنا صبّرك على غُربتك. يا عم ماشي ونعم بالله والله، شكرًا إنّك بتقول لي كده، ربنا صبّر الناس على كل حاجة سواء حلوة أو سواء وِحشة. بس الغُربة اللي أنا باشوفه إنّك تبقى في مكان عايش فيه مش عارف تعيش، تبقى غريب وأنت في وسط ناسك وأهلك، مش عارف تتفسّح، مش عارف تشتري اللي نِفْسك فيه، مش عارف تتجوّز البت اللي بتحبها، مش عارف تجيب العربية اللي نِفْسك فيها، مش عارف تشتري الهدوم اللي أنت نِفْسك تلبسها، مش عارف تشتري برفانات ماركات عالمية زي الناس اللي بتحطّها، مش عارف تروح تتفسّح في أوروبا. هي دي الغُربة. إنّما اللي إحنا فيه ده هو مش غُربة، أقسم بالله اللي إحنا فيه هنا. أنا باقول لك في ناس أهلها بتموت وهُم عايشين في الغُربة. لو مش شايفين مقابل ده حاجة تستاهل إن أبوك يموت وأنت بعيد عنّك أو أمك أو أخوك أو صاحبك، هو مش هيعمله، مش هيقعد هنا. فده اللي أنا عايز أوصّله للناس، الغُربة مش نار وعذاب، الغُربة هنا للي عاوز يتهنّى. فما تقعدش بقى تقول لي نار وعذاب ورص كلام ومزيكا وبتاع، هي لا فيها نار ولا فيها عذاب، هي في الأول تعب. كل الناس اللي هتشوفني عارفة كده، لحد ما تقف على رجلك وتعمل أوراقك وتبقى أمورك تمام بيبقى هنا. هتعرف بقى وبعدين أنا بالنسبة لي أنا مش غُربة، الغُربة إن أنا أبقى عايش في مكان وأنا مش حاسس إني مش لاقي نفسي فيه. إنما المكان اللي أنا ولادي فيه ومستقبلي فيه وحياتي فيه وتستاهل إن أنا أسيب البلد اللي أنا آجي منها علشانها، يعني سايب بلدي وجاي هنا علشان ده. فلو أنا مش شايف في ده حلو والمكان اللي أنا سِبته ما كانش موجود فيه الحاجة الحلوة اللي أنا لقيتها هنا، أنا ما كنتش هاعمل كده، العقل بيقول كده. ممكن ناس تزعل من كلامي وتزعل من صراحتي، بس هو ده اللي موجود وهو ده الواقع. فهو ده اللي المفروض يتقال. أي حاجة تانية بقى أي رَص كلام وأي هبل. معلش بس هي دي الحقيقة.